صباح ظاهرة أنا وزوجتي حقتي وابنتي حقتي ونرستي حقتي صايرين وين ما بدنا نروح بنعمل لمية ولازم السلالة كلها تروح. اليوم كتير عبالي أعمل جلوي ميك اب بما إنه نحنا بالصيفية. امبارح كنا عازمين شخص لعنا على الغداء ونحنا بالعادة ما بنعزم حدا لعنا على البيت، مش لأنه نفسيتنا محمضة لا، بس لأنه نحنا ناس مش سوشيال أبدا، مع إنه اللي بيشوفني على السوشيال ميديا بيقول يا لطيف هيدي شكلها ما بتترك حدا ما بتحكي معه. انا للصراحه شخص سوشيال او بحكي كتير اذا كان الشخص اللي مقابلي بحبه، وانا قليل لحب حدا، احبكم انتم وبس علشان بكذي اتكلم كثير معاكم. anyway مش هذا موضوعنا. بيوصل الزلمينجو اللي عازمينه على الغداء وبنقعد على طاوله الغذاء، زوجتي حقتي جايب شاف وعم يطبخ لنا وعاملين هيك وليمه مهضومه، ومثل ما قلت لكم نحن مش اجتماعيه وما بينظهر فينا على لم البزاق، الله وكيلكم. شو اول حديث فتحناه بعد الضيف ما حط اللقمه بتمه؟ قلت له يي بتعرف انا وزوجتي كنا رح نطلق اول ما حبلت. قال لي يي ليه؟ قلت له لانه كان بده يرجعني على بيتنا في فاره بالبيت. صفن فيي قال لي فاره؟ قال له زوجي لا مش فاره جردون. صار يقول له جردون وذنبه هالطول وصرنا نشرح له شكله للجردون، والزلمه عم بحط الستيك بتمه ورح يستفرغ. عمي يا دوب شنو امنا قعدنا على الطاوله لناكل، شنو يعني بقطنيه عم بقطنيه هالطبقيط، والزلمه عم يتطلع فينا ويتبسم ويقول ها عن جد. وتشوفوا هاي الضحكه الصفرة يلي رح يستفرغ مش قادر يتحمل بقى. بس كان الصرفي بده يخلص غدا ليفل من عنا لانه عن جد بيتزا. لا والاحلى من هيك انه زوجي كل ما يحكي الزلمه شيء، يعني مثلا الزلمه يقول والله انا عندي OCD، زوجي يقول له انا اللي عندي الOCD، يرجع يقول له انا شخص كتير بحب الباستا، لا زوجي ينط انا اللي بحب يا خي اسكت اتركوا للزلمه يتهنى بحديث. اذا بخبركم كان رح بينط من البلكون بس ليرتاح منا. شنو هذا اللي تطير؟ ما ادري ليه هيك عمل. يعني حتى في مره قال له انا هوايتي الطبخ، زوجي قال له انا اللي هوايتي الطبخ على طول بطبخ. ايه اللي بعرفه لزوجي كم سنه مرتين طبخ، مره عمل باستا محروقه وتاني مره شوربه دجاج ريحه الزنخه وصلت لعند الجيران. وانا اطلع بزوجي هيك واعمل اسكت رح كده لا اسكت استرنا، هشلنا العالم كله من حياتنا. مره كنا بالمالديف وكان في كابل صغير بشهر العسل، يعني عمرهم باول العشرينات. غلط الزوج غلطة حياته وطلب من زوجتي انه يصورهم. ما هو حظه عاطل، امه مش داعيت له بليلة القدر مستحيل لانه علق مع اللي عندي. وزوجي اكتفى انه يصورهم وبس. لا قال لهم تعالوا قعدوا معنا والله خليني اخبركم شي كتير حلو. انا قلت الله يستر. خصبون بالقوة قعدهم معنا على الطاولة وبلش يحكيهم دروس تاريخ. بال 1875 نابليون بونابرت مدري شو عمل. يا خي انت شنو تبي يعني مصمدينهم هالمصريات ليروحوا هالفاكيشن من هن وعمرهم 12 مش لا تيجي تبقطن اياها. والله حرام. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. لا وقبل ما يحكيهم اي حديث بيصفن هيك بالسما وبالبحر وبينطلق. طب انت ليه عم تصفن؟ يعني ما في كاميرا عم تاخذ لك هذا المشهد من هون؟ فكر حاله عم بمثل بفيلم مكسيكي. وانا اطلع بالكابل واقول لهم سامحوا يا جني الازرق سامحوا، ما يقصد هذا ما يدري. مارق قصص على زوجي بحياته اكتر من شعر راسي، مشان هيك يمكن هو ما عنده شعر. هلا هو بقول للعالم انه انا هررت له شعر راسه، مع انه حاشا الله اتعرفت عليه قرعه انا ما خصني. تخيلوا انه وصلت معه لمرحله يقول لي انه هو كان عارض ازياء. ايش تقصد؟ ايش تقصد في كلامك ده؟ وقالها بس لاني انا قلت له اول ما تعرفنا انه انا عارضة ازياء. كيف؟ انا طولي متر 81 وهو اقصر مني. هو بقول انه طوله متر و75، هو يمكن متر و60 ماكسيموم. ايش تكذب؟ ما حد رح يصدقك، يعني ما حد حيصدقك. عارض ازياء مين وانت طولك 50 من دون المتر؟ ها؟ شنو تقصد؟ على قولت هنيك وحده سالتني بتحبي انه زوجك اقصر منك؟ لا مش انه بحب، يعني مش انه بنام على المخده بقول واو
هي زوجة اقصر مني بس ما عندي مشكلة. ليته كان اطول انه ايه بس it's not that big a deal. ليكو هالميك اب شو جلوي وقد ايه مبينة ماي سكين سو هيلثي، مبينة الصحة بتشعشع من بشرتي. anyway هيدا الفاينل ميك اب لوك، ان شاء الله تكونوا حبيتوا. انا للصراحة كتير حبيت. ثانك يو جايز لانه عم تحضروني وعم تتحضروا معي، وانا كتير بحبكم. باي.